مرحبا بكم. اول قناه مغربيه خاصه بملخصات افلام الابطال الخارقين والخيال العلمي. وقبل ما نبداو ما كرهتكمش تدعمونا بلايك وشي كومونتير زوين، وضروري من البارطاج مع الاصدقاء وديك الابوني الحمراء تولي بيضاء باش نحققوا الهدف نوصل 10000 اخ واخت في اقرب وقت. هذا ريد وهو واحد من اذكى العلماء في القرن ال21، وهذا القرع صاحبه وسميتو بين بغا يكونوا جاو لعند صاحبهم فيكتور اللي عنده شركه خاصه بالبحث العلمي. ريد اكتشف ان كاينه واحد السحابه كونيه اللي كتسبح في الفضاء وما بقى لا والو دوز من حدا كوكب الارض، وباغي يمشي للفضاء ياخذ عينه من السحابه ويفحصها. هو متاكد هنا غتعاونوا نلقاو علاج بزاف ديال الامراض، وغيكون قصد فيكتور باش يمول من الرحله ويستعن بالمحطه الفضائيه ديال الشركه ديالو. سولو فيكتور الا نظام ما تاقتش فيك علاش غنتيق فيك انا، جاوبو انت عشيري وعارف فلوس كثيره غتدخل من هذا المشروع، الله ما فيك انت. فيكتور وافق لكن بشرط ياخذ نسبه 75% وغيمشي معاهم في الرحله. ريد وافق. شويه دخلت المساعده ديال فيكتور سوزان اللي كانت عالمه في علم الوراثه وهي الاكس ديال ريد، وغيكونوا تفارقوا حيت ريد ديما ملهي مع الابحاث ديالو ما عطيهاش الوقت، وحتى هي غترافقهم في الرحله. ريد اقترح صاحبه بين اللي طار بهم السفينه لكن سوزان رفضات حتى جا عندهم طيار اللي هو خوات جوني. بين رفض يخدم مع جوني حيت مبرهش وهدد ينسحب من المشروع، لكن ريد قدر يهدنو وقنعو يمشي معاهم. بعد ايام وصل موعد الرحله وجابت لهم سوزان بدلات خاصه باش تحميهم من الاشعه والحراره اللي في الفضاء. بعد مده حبابنا وصل المحطه الفضائيه التابعه لشركه فيكتور. من بعد بين ضرب الحطه ديال الفضاء وخرج برا المحطه، ومهمته هي يحط قراعي خاوين ورجع. ملي غدوز من حداهم السحابه دوك القراعي غيجمعوا العينات. الامور غادا مزيان، وثمن فيكتور استغل المنظر اللي كيشوفو وعرض الزواج على سوزان اللي باش متردة حيت باقا كتبغي ريد. وريد كان داير حسابات ان السحابه غدوز من حداهم بعد 10 سوايع، لكن هو كراقبها صدم بها جايه قاصداهم. هنا هو مشى كيجري على بين وامره يدخل. بين مع ذا لقى السحابه قاصداه، هنا هو نقز قدر يدخل، لكن قبل ما يسدوا الباب السحابه دخلت عندهم وضرباتهم كاملين. وغيبان بلي حبابنا تعرضوا لشي طاقه في شكل داز 3 ايام على البلان. بين فاق لقى جوني عند راسو بدا يبكي وطلب منه السماحه وقال لي راه الاطباء داروا كاع اللي في جهدهم لكن وجهك. بين تخلع مشى كيجري شاف راسو في المرايه لقى ما فيه والو، وغيكون جوني غير كيحرش به. وبسبب فشل المهمه شركه فيكتور خسروا ملايير الدولارات. هنا مجلس الاداره اتفقوا عليه وبغاو يديروا ليه الصابونه وعطاو سيمانه باش يقدم استقالته. جوني جات عنده فرمليه تعبر ليه الحراره لقى مرتفع بزاف وفايشه الميتين. خدنا تخلعات لكن جوني كان كيحس براسو بخير هز كيقصد المرتفعات يتزلج. وريدو بان كيقرقبوا الناب اقترح القرع على ريد يتصالح مع سوزان، لكن ريد رفض حيت سوزان خطبها فيكتور وبين غتختارو هو حيت لاباس عليه وانسان ناجح. لكن بين هاد الهضره ما دخلتش ليه راسو. نرجعوا لعند جوني اللي كان كيتزلج بدات كتشعل فيه العافيه شويه ولا كله شاعل وطار من بلاصتو طاح في الثلج عاد طفى. وثمن فيكتور فيما كيبغي يسمع المعادن كيبداو يتزعزعوا، لكن هو ما جاب. اما بين فعرض على ريدو سوزان وحاول يصالحهم وهما ناشطين. بين حسب راسو مريض وقرر يمشي ينعس وخلى ريدو سوزان بوحدهم. هنا ريد استغل الفرصه وسول على علاقته بفيكتور، جاوبته بلي هما غير اصدقاء وبدات كتلمح ليه بلي باقا كتبغيه. وهي داويه اختفات. سوزان شافت راسها غبرت تخلعت وضربت القرعه طيحتها. هنا ريد ولا اراديا يدو تجبدات بحال لاستيك وشد القرعه. هما كيحاولوا يفهموا واش واقع. جا عندهم جوني وعلمهم بلي ولا قادر يتحكم في العافيه. هنا ريد استنتج ان السحابه ملي ضربتهم خرقت لهم الجينات وعطاتهم قوه خارقه. في البلاصه تفكر بين ومشى يشوفوا لكن لقى باب بيتو مسدود. هنا ريد استعمل قوته خشى يدو تحت الباب جبدهم من الجهه الاخرى بحال الباب. ملي دخلوا البيت لقاو الحيط مهرس وبين كيجري هارب وسط الغابه. شويه دخل عليهم فيكتور سولوا واش كيحس بشي اعراض حيت السحابه عطاتهم قوه خارقه، لكن هو جاوبهم لا باقي كيحس براسو عادي. نمشيو لعند بين اللي مشى قدام دارو واتصل بمارشو وسولو واش غتبقى تبغيه مهما طرا ليه. جاوبته هنا هو طلبت هبط عنده. ختنا ملي هبطات وشاف شو تصدمت صار خونا ولا كلهم تحجروا كبير. بين بغى يهضر معاها لكن ختنا تخلعت وهربت من تم. هنا بين حقد وقصد القنطره وهو مريح كيخمم وقف حدا واحد خونا باغي ينتحر. ومالك انت اش خاصك انت فيما تضيق بك الدنيا تفكري انا اللي وليت بحال بوصمه. خونا شافو تخلع وهرب طاح في الشانطي وشا كان غيدخل فيه واحد الرموك هبط بين وكالا عليه. الرموك تلا حبس الطريق وبداو الطوموبيلات كيدخلوا في بعضياتهم والطريق تحبست. من محاسن الصدف جون ريد وسوزان كانوا تما شادين ديك الطريق بانت لهم دعوا مرونه هبطوا يشوفوا واش واقع. بين خرج الشيفور ديال الرموك اللي كان واحد اتجاو البوليس بغاو يعتقلوه. اشويش العافيه شبكات في الرموك بوم وقع انفجار كبير. جوني تلاح على واحد الدريه كان على العافيه. سوزان خلقت حاجز بالطاقه ديالها واحتوت انفجار. سياره الاطفاء كانت جايه تطفي العافيه صدق الشيفور قالبهم والكاميو ولا مدلي من القنطره ولاو البومبي اللي معولين عليهم عشقوا الناس وما خاص يعتقهم. بين شد الكاميو وبدا كيحاول يمنعو يطيح. ريد جبد واعتق البومبي اللي كانوا غيطيحوا من القنطره. بين قدر يرد الكاميو للقنطره لكن البوليس دوروه بغاو يشدوه. هنا البومبي حبسوهم وتم الناس بداو يصفقوا عليه هو وصحابه حيت عشقوهم. لكن بين فرحته ما غتكملش حيت مرتو كانت بين الناس مع شافته عطاتو ختم الزواج تفارقش معاه. بين بعد ما سمحات فيه مراتو حقد لكن ريد هدنو ووعدوا انه غيدير كاع اللي في جهده باش يرجعوا لطبيعته. اسويت دورهم الصحافه وسولهم شكون هما واسترا لهم تكتسبوا هذه القوه. اسيدي نعاود لكم بحال الخرافه مشينا للفضاء نديروا تجارب علميه ضربتنا سحابه كونيه اللي خربقات لنا الجينات واكتسبنا قدرات خارقه. الصحافه تغيب دوك نشروا في الاخبار وسموا الرباعي ديالنا فانتاستيك فور. من بعد
ريد دا صحابو لدارو اللي كانت عباره على مختبر كبير، وقرر يبقاو تما بما يلقاو حل هذا المشكل ويكتشفوا علاش هما قادرين يتحكموا في القوه ديالهم ويرجعوا لحالتهم الطبيعيه عكس بين. شويه جا عندهم فيكتور اللي كان ساخط على ريد حيت كيرد ليه اللومه في فشل المهمه وبسببه خسروا ملايير الدولارات، ومجلس الاداره بغى يديروا ليه الصابونه وفيكتور كيغوت والضو بدا كيمشي ويجي. خونا خرج من تما ساخط ضرب الحيط بيدو، الحيط ضغط فيكتور ملي شاف يدو لقى الجلده تحكش وبان في بلاصه المعدن وغيبان بلي تا هو تعرض لتاثير السحابه. ريد بدا كيدير عليه تجارب هو وصحابه وكيحاول يعرف مقدار القوه اللي عند كل واحد فيهم. جوني كان قادر يشعل توصل الحراره ديال الشمس، سوزان كانت قادره تخفي راسها واي حاجه اخرى بغاتها انت تطلع لها في راسها تغبرك، واكثر من هذا الشيء هي قادره تخلق حاجز من الطاقه غير مرئيه. اما بين فقع جسمه عباره على صخر. فيكتور مشى على الطبيب ديالو اللي علمو بلي حالته غادو كتدهور ومبقى ليه والو كاع جسمه غيولي معدن. الطبيب خاف لي يكون فيكتور مريض بشي مرض معدي وبغى يعلم مركز الاقليمي الصحه. هادشي سخط فيكتور ضرب الطبيب التقجيفه وما طرقو حتى خرجت روحه. من بعد مشى للمكتب ديالو وبدا كيراقب المختبر ديال ريد، قدر يخترع بدلات كتناسب القوه ديال كل واحد فيهم. وبعد العديد من الابحاث ريد صمم واحد الجهاز اللي كيسحب الطاقه ديال السحابه وغيرجعهم لحالتهم الطبيعيه وبدا كيصنع فيه. نمشيو عند فيكتور اللي اكتشف بلي انه قادر يتحكم في الكهرباء، واول حاجه دارها بعد ما اكتشف القوه ديالو يقصد اعضاء مجلس الاداره اللي بغاو يديروا ليه الصابونه وصفى لهم واحد بواحد. بين كان طلع ليه الدم، الدراري الصغار كيخافوا منه، الناس كتضل تعيب على شكله. قصد البريق رقب كويسات ويفاجئ لكن جاي يريح على الكرسي تهرس به، الكاس اللي شدو كيتهرس، الناس بدات كتضحك عليه. هنا هو زاد حقد لكن جات عنده واحد السكريطه كانت عمياء وسميتها اليسيا، بدات كتلمس فيه وقالت لي كونك مختلف ما كيعنيش انك خايب. جاوب انا متاكد 100% كنتي كتشوفي كاع ما تقول هاد الهضره، لكن ختنا بقات كتضحك معاه. هنا بين فرح حيت اول مره غيتلاقى بشي شخص غيعاملو كانسان ماشي كشكل اللي تحول ليه. من بعد بين مشى لواحد القهوه يقاد الراس حتى جا عنده فيكتور وبدا كيحاول يخلوط بينه وبين ريد. انت تقتي في صاحبك اللي بسبب وليتي هكا وانت دابا كتسنى يعاونك وهو ناسيك وماشي قصر مع سوزان، لكن بين ما داهاش فيه. نمشيو عند ريد اللي كان خدام في الاله مع العيد ديال الناس. هنا سوزان خرجت يفوش شويه وحيد على الستريس، خرجوا وضحكوا وفوجوا وملي رجعوا لقاو بين كيتسناه هو ساخط. يا كان مرضي هي دي غندير كاع اللي في جدي باش نرجعك لطبيعتك، تخليني هكا وخرج دور مع الدريه ديالك. قال ليه ريد بلي راه كان خدام خرج غير شاح شويه لكن والو. بين سخط بغى يبدا يخلط فيه. هنا ريد بقى كيتلوى عليه زايره وما طرقوش تتهدن. بين قال لي هذه اخر مره باقا تشوفني وخرج من تما ساخط. ريد اثرت في الهضره ديال صاحبه حيت فعلا خونا راه عايش الحضيض، مرتوش خلات عليه، الناس حد ما حامل قرب ليه، زرب على الاله كملها وقرر يجربها في راسه، خلاها خدمها. من بعد خرج كتبان الامور مزيان وريد رجع لطبيعته، تتصدم براسو كيدوب وغتكون الاله باقا ما خدماتش. ريد استنتج ان الاله خاصها كميه كبيره ديال الطاقه باش تخدم، وفيكتور كيراقبو سمع هضرته بدا كيضحك حيت خونا كيتحكم في الكهرباء وقادر يوفر الطاقه اللي خاصها الجهاز. مشى قصد بين وقال له راه لقيت الحل باش نردك كي كنتي. دخل بين الاله عطاه فيكتور الطاقه الكافيه وبعد مده بين خرج وغيكون رجع لحالته الطبيعيه. هو فرحان تتصدم بان فيكتور ما عاونوش في سبيل الله بس استحوذ على القوه ديالو، وغيكون فيكتور دار هكا باش يولي قوي ويسيطر على العالم. وضرب بين لاحو الرجال قابين مجبد هو كيحاول يفهم اش وقع، زرب عليه فيكتور بدا كيضرب فيه حتى لاحو برا. من بعد جرو خدا معاه فيكتور كان بدا كيتشوه لي وجهه، داكشي علاش مشى لبس واحد القناع وسمى راسو الدكتور دوم. سوزان وجوني جاو المختبر لقاو بين مغيب فيقوا كانوا فرحانين به حيت رجع لحالته الطبيعيه. تصدموا بلي فيكتور خدا معاه ريد وراه ناوي على الشر. نمشيو عند دكتور دوم اللي بدا كيجمد في ريد وغيكون كيدير هكا حيت ريد مطاطي مع يتجمد غيهرسو ويصفيها ليه. من بعد هز بازوكا تقود مع مختبر ريد وصيفط ليه صاروخ متتبع الحراره. سوزان وجون كانوا مريحين تبع لهم الصاروخ قاصدهم. هنا جون شعل وبدا طاير والصاروخ تابعو. الصاروخ هنا ما خلى فين مشى، طلع السماء هبط للارض، الصاروخ ما مزاقلش معاه. هنا هو قصد واحد الباخره شعل فيها العافيه دخل وسطه وهرب. الصاروخ وصل الباخره تفرقع بسبب الحراره. الدكتور دوم شاف الانفجار فرح حيت صحابو جوني مات. من بين شاف صحابو كيعانيو رد راسو اللومه حيت سبب وصل هذا الشيء، مشى دخل الاله باش يرجع القوه ديالو. اما سوزان مشات تحت قريت اختفات وبدات كتفكو لكن الدكتور دوم عاق بيها وبداو ضربه فيه. الدكتور دوم زرب عليها بواحد التقجيفه وتا كان غيصفيها ليها درم عليهم بين اللي كان استرجع القوه ديالو. ضرب الدكتور دوم لاحو لكن دوم ما تسرطاتش ليه وتلاح عليه تطيح هو في الارض. هنا الدكتور دوم بدا كيستعمل قوته ويدمر المدينه. اش دوروه الرباعي ديالنا، تلاح عليه ريد غطى عليه عينيه. من بعد جوني شعل وبدا كيدور عليه تشكل عاصفه من العافيه، وسوزان خلقات حاجز باش تحبس الحراره. ملي سالاو الدكتور دوم بدا كيدوب بسبب الحراره كونه معدن. هنا بينو ريد رشوا عليه الماء بردوه تجمد ولا شي مثال. من بعد حبابنا مشاو يحتفلوا بنجاح اول مهمه ليهم وغيبان بلي قرروا يحتفظوا بالقوه ديالو. بين اخيرا لقى لي تقبل عليه ودخل في علاقه مع اليسيا. اما ريد فتصالح مع سوزان وطلب منها الزواج وهي وافقت، وجر من الفرحه طار في السماء ورسم شعار فانتاستيك فور. نمشيو لواحد الباخره وسط البحر وغنشوفوا مساعد فيكتور خاش يتمشى لدكتور دوم فواحد الكونطونير وغادي بيه شي قنت. هو داوي مع العمال اللي تما بدا الطابلت كتشعل وتطفى وغيبان بلي الدكتور دوم باقي حي. اشنو المصير ديال الدكتور دوم؟ واش غيرجع باش ينتقم من الابطال ديالنا؟ واش كاين شي شرير قوي من الدكتور دوم؟ خاص الابطال ديالنا يواجهوه. هادشي
داكشي كامل وكثر غنكتشفوه في الجزء الثاني. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيلم ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير زوين، وكثروا من البارطاج مع الاصدقاء، وداك ابوني حمراء تولي بيضاء، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبالنسبه لصحاب نجم السيرة ما نسيتكمش، راه كاينه صفحه في فيسبوك اللي تيكلوا في الملخصات. ما تنساوش ضربوا لي على قناتي الثانيه الخاصه بملخص افلام الاكشن الدراما والكوميدي اللي غتلقاو الرابط ديالها في الديسكريبشن. مرحبا بكم عندي في انستغرام، نتلاقاو في فيديو الجاي. تهلاو.